السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله بديل التكسبون او سميه عجينة زي اللي تحبيه، لاني بصي جميل جدا. شوفوا عامل ازاي، شوفوا تقولوا عامل ازاي، روعة. سميه بقى بديل تكسبون، سميه عجينة، بجد تحفة وبريح. وعاملينه من قشر البرتقال والليمون. عملنا احلى بديل للتكسبون، روعة بجد. وهتسهل معاكي في كل الوصفات، هتيجي تعملي اي وصفه تكون جاهزه معاكي. بجد روعه روعه روعه. الريحه بتاعته بجد تحفه، والتقل بتاعه عامل ازاي، تحفه بجد. المكونات اللي حاطينها روعه روعه روعه. ان شاء الله تنول اعجابكم. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي يا ريت تشيروا لي الفيديو فضلا وليس امرا، عشان كل حبايبكم واصحابكم يشوفوه. ويا ريت ما تنسوش اللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. شوفوا يا حبايبي التقل بتاعه تحفه، ان شاء الله هتنول اعجابكم. يلا بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا الوصفه نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا معايا عصير برتقال على ليمون زي ما انتم شايفين كده، هو كان جاهز عندي. انت لو مش عندك هتجيبي قشر البرتقال والليمون وتحطيهم على النار، تحطي عليهم ميه وترفعيهم على النار، ولما يستووا هتحطيهم في الخلاط تضربيهم، وبعد كده تجيبي المصفى وتصفيهم وتاخدي ايه العصير كده. تمام. هتنزلي كده بحوالي الاول ربع لتر عشان بس ما يبقاش خفيف معاكي، وبعد كده تكملي النص لتر. ادولك حوالي 3 معالق نشا او كورن فلاور اهو، وهنقلبه كويس. يبقى معانا حطينا 3 معالق نشا او كورن فلاور اهو. ثانيه واحده بس هجيب المضرب اهو يا حبايبي. وبعد كده هحط 3 معالق سكر وهدوبهم كويس. بعد كده دوبته كويس يا حبايبي، دوبت السكر والنشا كويس. بعد كده هجيب شويه عصير برضو، شويه صغيرين كده اقل من الربع، وهحط معلقه صودا او بوتاص. بعض الدول حجر تسليك المجاري كترونه، هحطها في الكوبايه اهو وهدوبها. طبعا بقى تبعدي عشان الابخره وحشه جدا، افتحي الشفاط عندك اهو. هدوبهم وارجع لكم اهو يا حبايبي. بقى بعد ما دوبته طبعا بصوا لونه عامل ازاي، وطلع ابخره فظيعه اهو زي ما انتم شايفين كده. تبعدي نفسك خالص وتفتحي الشفاط او الشباك. هندوب طبعا النشا تاني كده عشان ما يكتلش مننا. هنعمل احلى بديل التكسبون. انا عملت معاكم قبل كده التكسبون بطريقه غير دي. المره دي هعمل معاكم التكسبون بعصير البرتقال والليمون. بجد تحفه وهينفعك قوي لما تيجي تعملي اي وصفه بقى، صابون سايل برسيل جل، اي وصفه هتلاقي التكسبون ده معاكي ايه جاهز زي العجينه كده. هنزل عليه كده وهقلب كويس. بصوا اول ما حطيت معلقه الصودا هيبتدي يتقل مني كده، يبقى زي الجل. بصوا طبعا اللي ما عندوش نشا ممكن يعمل بدقيق. تمام، يعني ما توقفيش نفسك على اي حاجه. الدقيق جميل قوي برضو زي النشا. بصوا بقى عامل ازاي، جميل جدا وريحته تحفه بجد. ريحه البرتقال والليمون تحفه بجد. يا ريت تجربيه بجد تحفه. انا عملت معاكم الوصفه التانية من التكسبون بس دي احلى كمان، الريحه بتاعتها روعه اهو زي ما انتم شايفين كده. لازم يبقى يتقل معاكي كده، يبقى زي الجل كده معاكي. بعد كده هحط صابون سايل. جيبي لتر من عند بتاع المنظفات، الريتل بسط يعني مش عارفه 3 جنيه او 4 تقريبا يعني، او اي بقى لو انت عامله معانا على القناه عندك صابون سائل حطيه، اي صابون سائل عندك. بصوا يا حبايبي تقول ايه، هوريكم التقل بتاعه عامل ازاي. بصوا جميل جدا. بصوا التقل بتاعه. هقلبه شويه كمان اهو يا حبايبي. هحط كده ميه، دي ميه مطرح الطبق، مطرح ما كنت حاطه الصابون السائل. بصوا حطيت ميه ولسه تاني. بصوا تقلوا
جميل جدا. معلش يا حبيبي انا سبته كده ركنته شويه، كنت بعمل حاجه في ايدي جيت لقيته تقل كده. بصوا امال بقى ما يقعد معاكم تاني يوم هيتقل اكتر من كده. بصوا بقى تقول ايه. وانتي برضو وانتي جايه تعملي بدل ما تحطي 3 معالق نشا حطي 5، تمام، عشان يبقى تقيل معاكي. اهو جميل جدا جدا، وهتعملي بيه احسن الوصفات. طبعا بديل التكسبون ده او العجينه هنعمل بيها كل الوصفات اللي انت عاوزاها. هتعملي بيها صابون سايل، هتعملي بيها برسيل، هتعملي بيها فانيش، هتعملي بيها اي نوع منظفات هتبقى معاكي، يعني موجوده معاكي. مش هتحتاجي ان انت تعملي اي حاجه، هتجيبيها تعملي بيها بسهوله، يعني تبقى جاهزه عندك هتعملي بيها كل حاجه. تمام يا حبايبي. التقل بتاعها عامل ازاي، ولسه ما تقعد تانية هتقعد اكتر، يعني هتتقل اكتر. الحتت الصغيره دي تقريبا من البرتقال والليمون، لما جيت اصفيه كان فيها تقريبا حتت وقعت مني. بجد الوصفه دي رائعه. بصوا اوريكم التقل بتاعه عامل ازاي. بصوا جميله جدا جدا، يعني روعه، وريحتها بجد تحفه، ريحه البرتقال والليمون. وتقولها عامل ازاي، لسه هتتقل اكتر. وان شاء الله هعمل بيها معاكم وصفات، نعمل مع بعض بقى صابون سائل، نعمل برسيل، اي حاجه بقى هنعملها مع بعض ان شاء الله. بجد روعه. ايه رايكم بقى يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم الوصفات بتاعتي ما تنسونوش بقى باللايك. استاهل بقى ولا لا؟ حبايب قلبي، ان شاء الله الوصفه تعجبكم اهو. ايه رايكم بقى؟ تقولها اهو زي ما انتم شايفين. ويا ريت لو بيعجبكم يا حبايبي وصفاتي اكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات اهو. انا عملت معاكم بديل التكسبون والتايروس، دي اجمد كمان من ريحه البرتقال بجد والليمون، روعه. هتيجي تعملي بيها اي وصفه بقى الريحه بتاعتها تحفه زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم التقل بتاعها اهو. يا ريت ما تنسوناش باللايكات، وريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.